أهلا بيكم أعزائي الطلاب، طلاب جونيور 4، طلاب منصة الخطة. يلا بينا نشوف جرامر النهاردة بتتكلم عن إيه. النهاردة هنتكلم عن ال comparative adjectives. comparative adjectives الأول إحنا كنا شرحنا ال adjectives. دايما بقول لكم الكلمة دي adjective، الكلمة دي صفة، وبتيجي فين الصفة؟ تيجي قبل الاسم. طيب يعني كلنا عارفين يعني إيه صفة. الصفة بنستخدمها عشان نقول معلومات عن الناون، طبعا مش بنوصف حاجة تانية غير الأسماء، فبنستخدم ال adjective to describe a noun with or to tell information about the noun، أو نقول معلومات عن الاسم ده. طيب قلنا ال adjective comes before the noun it describes، بيجي قبل الاسم اللي بتوصفه، أو بتيجي after verb to be. النهاردة هنتكلم عن شكل من أشكال الصفات. عندي حاجة اسمها comparative adjective، يعني صفة مقارنة، من اسمها كده صفة مقارنة، يعني we compare between two، بنقارن ما بين اتنين، whether they are two persons, two animals or two things. ممكن يكونوا شخصين أو شيئين أو اتنين حيوانات، فبنقارن بين اتنين، we compare between two. يلا هنشوف هنعمل ازاي المقارنة، وهتبقى بسيطة إن شاء الله. فقلنا ال comparative adjective بنستخدم الصفة، يعني لو صفة صغيرة عندي حالتين. لو صفة صغيرة، يعني إيه صفة صغيرة؟ short adjective، يعني بنطقها in one syllable، وإحنا اتعلمنا يعني إيه syllable، يعني مقطع. المقطع بيكون فيه one vowel sound، صوت متحرك واحد. فبقول مثلا fast، long، tall، big، short، young، كل دي صفات قصيرة short adjectives. طب بعمل ايه يا مس نسرين للصفات الصغيرة دي؟ بضيف er للصفة، وبعدين بضيف كلمة than. يعني ممكن اقول ايه؟ horses are faster than camels، faster than camels، وده شكل الصفة في المقارنة. ضفت er للصفة وبعدين كلمة than. عايزة اقارن اقول ايه؟ الأحصنة مالهم أسرع من الجمال، فأنا دايما بقارن. طيب the lion is stronger than the fox، فين الصفة هنا؟ stronger، فبضيف er وبعدين كلمة than. الأسد أقوى من الثعلب. طيب قلنا بنضيف er للصفة وبعدين بنضيف كلمة than. طيب ناخد صفات تانية. ايه الكلمة اللي بتنتهي بإي؟ يعني الصفة اللي بتنتهي بحرف الإي، هعمل ايه؟ هضيف er برضو؟ لا طبعا هضيف er بس. زي صفة large أصبحت larger، nice nicer، finer. يبقى بيقول لي كمان لما الصفة بتنتهي بلتر E we add only R in comparative form. Is the new hotel nicer than the old hotel؟ هل الفندق الجديد ألطف من الفندق القديم؟ طيب عندي كمان قاعدة في الcomparative form، لما الصفة بتنتهي بconsonant وقبليه vowel، يعني بتنتهي بحرف ساكن وقبليه حرف متحرك على طول، بنعمل ايه؟ we duplicate the last letter، يعني بنضاعف الحرف الأخير وبعدين بنضيف er. زي big بتنتهي بلتر ج، وبعدين لتر sound وده صوت متحرك بقى consonant وvowel. هنعمل ايه؟ أضفنا جي تاني وبعدين أضفنا er، بقت bigger، fat fatter، thin thinner، hotter. My bag is bigger than your bag. طيب عندي كمان دايما حرف الواي، لما بنيجي نضيف اي حاجة للكلمة حرف الواي بيبقى له قاعدة لوحده. طيب هنعمل له ايه حرف الواي؟ لما الواي قبليه، فاكرين زي ما قلنا قاعدة الاس، اضافة الاس، لما الواي الكلمة او الصفة بتنتهي بواي وقبليها حرف ساكن، فبنعمل ايه؟ زي heavy تنتهي بواي وقبليها حرف ساكن، هشيل الواي واضيف er، تبقى heavy heavier، easy easier، happy happier، noisy noisier، scary scarier، healthy healthier. Parrots are noisier than spiders. طيب يعني لو الصفة انتهت بواي وقبليها حرف ساكن، هشيل الواي واضيف er.
يلا بينا نشوف بعض الصفات أمثلة عليها وشكلها في الكومباراتيف. tall taller، long longer، short shorter، fast faster، slow slower، small smaller، big bigger، cold colder، hot hotter. كمان عندي صفات تانية زي strong stronger، few fewer، nice nicer، thin thinner، warm warmer، heavy heavier، noisy noisier، easy easier، scary scarier. دي الصفة ودي شكلها في الكومباراتيف. يا ريت نعيد الفيديو ونشوف نوقف ونسمع ونردد تاني كل الكلمات وكل الصفات عشان ما ننساش نطق الكلمات، وده هيساعدنا كتير في حفظ الكلمات. اشوفكم على خير وفقرة أهم الأسئلة وأهم الأفكار.